ازيكم يا اصدقائي. وبما ان صديقنا سيف ساب لنا كومنت على الفيديو اللي فات وطلب مننا ازاي نعمل ايفكت الورقه المقلوبه، فقررنا النهارده نعمل بونص فيديو جديد، وكمان ده هيكون اول فيديو لينا واحنا بنستخدم افتر افكتس. فيلا بينا على البرنامج ونشوف هنعملها ازاي. بصوا يا اصدقائي، الموضوع سهل وبسيط جدا. كل اللي احنا هنجهز عندنا صوره للورقه اللي احنا عايزين نحطها وصوره للظهر بتاعها عشان هنستخدمه كمان شويه. واول حاجة هنعملها هنروح لقائمة effects and presets ونسرش على فلتر اسمه page turn، وهنختار page turn اللي تحت اللي مكتوب عليه CC، ونحدد اللاير اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو اللاير اللي فيه كلمة، وندوس دبل كليك على البيج turn. هيفتح لنا القائمة دي في الإيفكت كنترولز، وأول تشانل دي بتكون بخصوص المكان اللي هنتني منه، وتاني تشانل دي بخصوص البوزيشن بتاع التانية ذات نفسها. وهنلاقي تحت عندنا هنا التشانل بتاعت الإضاءة اللي هنستخدمها كمان شوية. وفي التشانل بتاعت الباك بيج دي هنختار ظهر الورقة اللي قلنا هنستخدمه من شوية، وهنيجي نعمل لللاير بتاع ظهر الورقة ده هايد من تحت. وبعد ما ظبطنا السيتنج بتاعتنا في التشانلز دي، نيجي للبوينت دي ونبتدي نحرك ونشوف. طيب انا شايف ان الشفافية بتاعت الورقة مش احسن حاجة بالنسبة لي، او انا شايف ان الشفافية كده تمام. وشايف برضو ان الاضاءة البيضة دي مش عجباني، فممكن اخليها ظل، وده بيبقى عن طريق الويل دي. خلصنا كل حاجة هنا في الايفكت كنترول، ننزل تحت على اللاير اللي احنا شغالين عليه وندوس على السهم ده، ونيجي على قائمة effects وننزل على page turn cc، وننزل هنا عشان نبتدي نعمل سيكونس نشتغل بيها. وهنيجي على اول اللاير بتاعنا كده، ونيجي على الفولد بوزيشن وندوس على علامة الساعة. كده احنا عملنا سيكونس، ونبتدي نعدي كام فريم، نجيب البوينت دي ونبتدي نحركها، وكده احنا عملنا الحركة بتاعتنا. نرجع نشوفها، وبكده احنا نكون خلصنا الحركة بتاعتنا. وانا شايف ان دي نتيجة مقبولة جدا بالنسبة لي دلوقتي. طبعا انت عندك التشانلز هنا تتحكم في اتجاه تاني الورقة وفي الاضاءة وفي الشفافية بتاعة الظهر وفي كل شيء. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. لو احتجتوا حاجة مني اطلبوها في الكومنتات، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.